هو انت فاكر علشان اشتريت قطة خلاص بقى بقيت تاجر قطط وبتفهم فيهم؟ لا والله ابدا، ولا انت فاهم حاجة، ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجة. تربية القطط مش حاجة سهلة. تعال اقولك شوية حاجات عن لغة القطط يمكن تنفعك. انا ايمان شاهين وده اخر مترو. القطط لغتها تبان صعبة ومش مفهومة، ما هي كلها نونوة. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ ويجي حد يقولك ايه ده، هي القطة دي عبيطة ولا ايه؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ لا انت قطتك عاقلة وبنت ناس، بس انتوا اللي مش فاهمين لانها مش بتتكلم بس بلسانها. انت بتقول ايه؟ لما تلاقي ديلها على شكل علامة استفهام يبقى هي مبسوطة ومطمنة، يلا يا عم نشكح. ولما تلاقيها واقفة ساكتة مرة واحدة وبصة في اتجاه معين اعرف انها مركزة مع دبانة مجنناها والبيت هيتطربق على اللي فيه. انا عملت ايه؟ ولو لقيتها بصالك بنص عين ومسهتنة في نفسها كده اعرف انها خلاص هتنام. اما بقى لو سمعت بيك الجيران وصوتها جاب اخر الشارع يبقى تدور لها على عريس، ويا بخت ما نوفق راسين في الحلال. واكتر حركه بتعملها لما يكون مزاجها رايق هتمسح نفسها فيك، وده معناه انها بتحبك. القطط كائنات حساسه ورقيقه زي الاكس بالظبط، بس ما تنساش برضو انها غداره زي الاكس برضو. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ فخد بالك من نفسك. شاركنا في الكومنتس وقول لنا ايه اكتر نوع قطط بتحبه، واستنونا دايما في اخر متر.